رجع بيا الزمن كنت قلت ايه لنفسي قبل ما اكون ام. عايزه اتكلم معاكم على موضوع جد شويه. كأم انا اتعلمت ان مش المفروض او مش لازم او مش مفروض علينا ان احنا نحب كل لحظه من الرحله دي. دايما بنتفرج على فيديوهات كلها امهات بتضحك وولاد بتتنطط والدنيا وردي وايجابيه ومفيش اي حاجه ولا اي مشاكل، بس كمان لازم نتكلم ونقول على ان في ايام ما بننامش كويس، في ايام بيبقى فيها مشاكل، الاسئله الكتير، البيت اللي بيبقى مكركب، الدنيا وهي متبهدله، الاوقات اللي انا نفسي خلاص ببقى مش قادره ومش عارفه اتصرف ومش عارفه فعلا اعمل ايه. ما فيهاش حاجه على فكره لو حسيتي ان انت متوتره او حاسه ان انت جايبه اخرك وحاسه ان انت بجد بتبذلي مجهود رهيب، وعادي ان ما تستمتعيش بكل لحظه في الرحله دي، لان فيها الحلو وفيها اللي مش حلو. الامومه رحله حب وكمان رحله نمو، بتتعلمي فيها الصبر وازاي تحبي نفسك وتتقبلي نفسك وازاي تستمتعي بالحاجات الصغيرة البسيطة. فلو انت النهاردة حاسة انك مش حابة الموضوع، مش قادرة، حاسة انك مش حابة كل لحظة فيها، عادي، انت بني ادمة وانت ام وكلنا بنمر بده. عايزين نخلي الناحية التانية من الأمومة بتاعت ان الدنيا مش وردي على طول، مش قادرة تعملي كل حاجة على طول، الولاد مش تمام وعاملين اللي عليهم على طول، عادي برضو زي ما ممكن نبقى على طول كويسين. عادي ان يبقى في ايام حاسه انك عامله اللي عليكي وفي ايام تانية حاسه انك مش قادره وانك بتزقي علشان تكملي. كل سنه وانتوا كلكم طيبين واحسن امهات وبتبذلوا مجهود على قد ما تقدروا.